هلا والله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معاكم سند من اليابان. آه هذا تكملة المقطع اللي قبل. ف اللي مو شايف المقطع اللي قبل، آه شوف هذا وبعدين تردون. ف هم يعني بسولف عن ليش أعيش مع عائلتي. و سولفت سببين، وهني آخر سبب شو اسمه، أقدر أعرف وايد معلومات من يعني من آه من خصوصا مثلا والدي. مثلا أبوي يشتغل إطفائي بنفس الوقت. بنهاية يعني ويكند يشتغل مزرعة. أمي أمي تشتغل يعني مستشفى. فخصوصا اليوم بسولف عن أبوي، يعني يعرف وايد أشياء اللي ما أعرفها. يعرف وايد أشياء ما أعرفها. خصوصا عن الطبيعة، أشجار، منطقة ريفية، شغلات 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 العيشة، شلون يسوون، شلون يتعاملون مع هالوضع يعني سدي الطبيعة. وعرفت شلون. فأحصل قاعد أحصل وايد معلومات جديدة مفيدة، مثل الاهتمام. وأنا وايد يعني أحترم يعني أحترم فيه. أستانس يعني أستانس أسمع قصص عن مثلا عن الطبيعة، حشرات، ش... أشيار، جبال وكذي. أنا ما أدري يعني شو أحس، يعني شو كثر يعرفون عن الطبيعة، شلون يتحركون، شلون يتحركون غزلان وخنزير بري وحيوانات بيعيشون يعني جبل. وشلون يحصد، شلون يزرع الأرز وخضار. أي عملية، أي طرق يعني محتاج منا. وشنو مثلا هذا، شنو ميزة هذا الخضار، شلون أطبخهم. طبعا يعني كل واحد معرفته، تخصصه فيه. بس يعني وايد أنا شخصيا عاجبني معلومات اللي يقدم أبوي. فتدي يعني لو ما كنت أعيش معهم، مع عائلتي، يعني ما أحصل هاي معلومة. هذا خسارة والله. تخيل تخيل لو كنت تسوي كذي، ما تقدر تحصل معلومة اللي يعني يونسك ولا كذي. طبعا نفس الشيء أمي طبعا شخص ثاني. أمي عندها معلومة، وعندي يعني تجارب لي. مثلا أبوي ما سواه. فأسمع وايد قصص منها طبعا. وكذي
يعني إنك تعيش وايد يعني مع أحد ثاني، واحد ثاني غيرك، آآ يستفيد تستفيد من تستفيد من راح تستفيد من قصص يعني تجارب اللي ما سويتها قبل، تجارب غيره، تجارب حياة أحد، فهذا أحس وايد مفيد ويغن يغنى والّا يخلّي حياتك ويعني مو مو غني، مو يعني قصة عن الفلوس بس غني المعلومات، وتصير تقدر تختار الشيء صح، آه، تقدر تحس يعني تقدر تعيش حياة أحسن يمكن. يعني أنا ما طبعًا في ميزة زينات لمّا تعيشن بروحكم، يعني أنا مو يعني أهجم يعني آآ شلون أقول آآ لا تعصبون اللي يعيشون بروحهم، زين يعني جذي السالفة، باسولف عن يعني الحلقة الجاية باسولف عن ميزات حلوات زينات زينات اللي تلقاها لمّا تعيش بروحك إن شاء الله. مع السلامة.